دوري مصري. اهلا بكم. ماتش بعنوان محدش عارف يفك الترسانه الدفاعيه لنادي المحله. الزمالك بيصر على التفريط في النقاط. كلاكيت رابع مره هجيب هدف وبعد كده ربنا يسهل. الشوط الاول الزمالك كان بيلعب من غير مهاجم، وضربه ثابته هي اللي جه منها الهدف من افضل لاعب في ال 22 لاعب في مباراه اليوم اللي هو احمد ربيع، واللي خرج في الدقيقه 70. الزمالك في الشوط الاول جات له 3 فرص، جاب منها الهدف من كورنر. الزمالك في الشوط الثاني كان ماسك كوره ولكن بدون اي فعاليه هجوميه. الفينا كان متراقب مان طول المباراه من يحيى زكريا، وده اضطره انه يدخل جوه الملعب او نص الملعب، فبيفقد قوته الهجوميه. حسام عبد المجيد كان اكتر حد في المباراه بيلعب كره طوليه غلط، ولا زال في مشكله في ظهر حسام عبد المجيد وبنتايج اللي دخل منها الجون النهارده. بنتايج غلط في كوره اتقطعت راحت ناحيه الشمال، لعب لعب كره عرضيه، كان بيلاحقوا بنتايج وحسام عبد المجيد بيجروا وراه عشان يجيبوا منه الكوره، ما لحقوهوش، جاب هدف. من الدقيقه 70 التغير الحقيقي في المباراه من وجهه نظري حصل في الدقيقه 70، ان مدرب نادي الزمالك خرج افضل لاعب في ال 22 لاعب، متحرك بشكل خطير. احمد ربيع بيقطع في كور، بيتحرك، بتلاقيه في كل حته في الملعب، بيغطي ورا المهاجمين، بيغطي ورا المدافعين، بيهاجم. ادواره الدفاعيه والهجوميه كانت على اعلى مستوى. انا لغايه دلوقتي تغييرته انا مش فاهمها، يعني ما فهمتش ايه المعنى منه، لان بعد خروجه حصل ان شويه نص ملعب نادي الزمالك اتاثر. المحله نادي منظم دفاعيا حقيقه، تمركزاتهم الدفاعيه وهم متعودين يلعبوا بالطريقه دي، مدربهم محفظهم الطريقه الدفاعيه دي. ادوارهم كانت باينه، ان كل لاعب في ظهر لاعب نادي الزمالك، والكره الثانيه اللي بتقع كانت بيتم الاستحواذ عليها، يعني هم بيجيبوا الكره الاولانيه وبيجيبوا الكره الثانيه، ما بيديش فرصه للفرق انها تلعب. حقيقي نادي المحله واسلوبه في اللعب بيخنق اي فرقه كوره، يعني اي فرقه عايز تلعب كوره مع نادي المحله بتتخنق، والماتش بيبقى متقفل وبيبقى فيه صعوبه وبيبقى فيه توتر، لانه بيقفل لك الملعب، بيقفل كل مساحات الملعب، بيقف بثلاث خطوط وبيقرب الثلاث خطوط من بعض، بيعمل بلوك وبيتحركوا كومباكت مع بعض من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين والقدام لورا. فرقه بالكوره بلغه الكوره رخمه، بتضطر انك انت تلعب كوره عشوائيه، كوره عرضيه، كوره طوليه، اي كوره هتخبط، ما انت مخنوق. ولكن كان في حلول ان الكوره تكون سريعه، كان في حلول انك انت تحافظ على محور نص الملعب اللي عامل عندك فرق. كان في حلول انك انت تخلي الفينا يجي ناحيه الشمال، يا اخي وانت خليه ناحيه اليمين مش نافع، هاته ناحيه الشمال حتى لو في مان تو مان عليه. كان ممكن يبقى في حل تاني، يلعب ناحيه اليمين اصلا، كان يقعد يهد في الناحيه اليمين لحد ما تيجي فرصه. كان في حل انك تدخل عمر جابر، تخليه يزيد ناحيه اليمين اكتر، يعمل كثافه عدديه في الناحيه اليمين اكتر، هو وناصر ماهر. كتير قوي عمر جابر وناصر ماهر والفينا كانوا بيعملوا كثافه عدديه في الناحيه اليمين، وكانوا بيعملوا مشاكل في اي جبهه لاي فرقه بيلعبها. النهارده الادوار دي اتقفلت تقريبا. علامه استفهام مدرب نادي الزمالك. حسيت النهارده ان بعد الدقيقه 70 انت نزلت كل الفرقه اللي عندك، يلا انزلوا هنلعب، عشان بعد الماتش يبقى انا عملت اللي عليا، انا نزلت كل الفرقه تلعب، ولكن انا ما عرفتش اوصل للجول، ما عرفتش احقق هدف. سؤال كابتن علاء عبد العال والدفاع والاعتماد على الهجمات المرتده، احنا لما صدقنا ان جوارديولا فك الطلاسيم بتاعت كره القدم وخلى الكوره فيها متعه من التسعينات، من اواخر التسعينات اوائل الالفينات، فانت بترجعنا ليه المدرسه دي؟ هو سؤال، انا عارف انك انت دي طريقه لعب وانت بتقدر تلعب بيها وبتكسب بيها او بتتعادل بيها، بس الطريقه دي بتخنق الفرجه على المباريات. كابتن شابوه لاحمد ربيع لاعب نادي الزمالك المحور النهارده، كان لاعب مؤثر جدا، اتحرك في كل حته في الملعب، لعيب من الطراز الاول، هيبقى ليه مستقبل
قوي جدا. اللعيب الوحيد النهارده اللي حسيت ان عنده روح المكسب، عايز يكسب، عايز يهاجم، عايز يقطع اي كوره. الكوره مش هتعدي، انا لازم اقطع الكوره. الكوره هتدخل جون، انا لازم اهجم واحط الكوره في جون. كان اللعيب الوحيد اللي عنده الرغبه في الفوز. ده شكل نادي غزل المحله في الحاله الدفاعيه. بيقف 5-3-2 او 5-4-1 او 5-5 احيانا. الفكره ان الفريق بيقفل المساحات على اي فرقه تلعب معاه، والكرة الأولى بتبقى عنده، ولما تنزل الكرة على الأرض بياخد برضو الكرة التانية. يعني هنا هجمة أهي للزمالك، كرة اترحلت من اليمين للشمال، وبرضو الترحيل عندهم ممتاز، بيقفلوا مساحات كويس جدا، وتلاقي اللاعب قصاده التاني. كرة نزلت أهي، واللاعب التاني الكرة التانية يلحقها. الحالة دي بقى حالة أخطاء دفاعية كتير قوي. أدي بنتاج في الأول، في الأولى رجع كرة غلط، خدها لاعب غزل المحلة، ضغط خدها بسرعة. لحد دلوقتي الموقف ممكن يتلحق، في مساحة فاضية بس في 3 لعيبة للزمالك هم اللي قدام الكورة، ورا الكورة. لو حسام عبد المجيد كان جري شوية كان قطع الكورة وهي بتتعرض. ده أقرب واحد ليها إنه يقطعها، يعني مفيش أقرب من حسام عبد المجيد هو اللي يقطع الكورة. طبعا لاعب غزل المحلة عمل سكاننج حلو قوي ولعب الكورة في المساحة الفاضية. اللاعب التاني جاي بسرعة بين الباك والسرد باك أهو. نشوف بقى حسام عبد المجيد وقف فين، وبنتايج راح فين، واللعيب جاب جون ازاي. شكرا للمتابعة، أتمنى دعمكم، انتظروني في تحليل جديد.